هل تتذكرون اليوم الذي صدمت فيه مصر منتخب إسبانيا؟ الجميع كان يتوقع تفوق المنتخب الإسباني، أحد أقوى المنتخبات في العالم، لكن شباب الفراعنة دخلوا المباراة بثقة كبيرة ورغبة في كتابة التاريخ. منذ الدقائق الأولى ظهر المنتخب المصري بصورة رائعة، تنظيم دفاعي ممتاز وهجمات مرتدة خطيرة أربكت الإسبان. وفي الدقيقة 40 جاءت اللحظة المنتظرة، تمريرة رائعة تصل إلى إبراهيم عادل الذي استغل المساحة خلف الدفاع الإسباني وانطلق بسرعة كبيرة قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك معلنا الهدف الأول لمصر. الصدمة كانت واضحة على لاعبي إسبانيا، وفي الدقيقة 62 عاد إبراهيم عادل من جديد الذي وضعها ببراعة داخل المرمى ليسجل الهدف الثاني ويقرب مصر من إنجاز تاريخي. إسبانيا حاولت العودة إلى المباراة بكل قوتها، وفي الدقيقة 90 سجل سامو أموروديون هدف تقليص الفارق لإسبانيا لتشتعل الدقائق الأخيرة من المباراة. لكن المنتخب المصري رفض التفريط في الفوز، قتالية كبيرة وتركيز حتى آخر ثانية، وأخيرا جاءت صافرة النهاية، فوز تاريخي وأثبت أن الكرة المصرية قادرة على منافسة أكبر المنتخبات في العالم.